السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. مساء العسل يا مساء الفل. طبعا النهاردة يا جماعة بدأنا اليوم بتاعنا، يعني الحمد لله كنا عاملين غدا. كنت طبخين إيه؟ سمك مقلي. فطبعا إيه حباني بالليل نعمل تحلية كده، بس يعني الحمد لله ما كملتش. والله بجد. عملت كنافة بس يعني شوطت شوية، بس الحمد لله نفعت برضه، يعني ما اترمتش، بس يعني مش زي ما انا بعملها. قعدوا يقلصوا عليا هنا والله عليها. بس اعمل ايه بقى؟ انا اتلبخت وسبت الفرن ورحت، كنت بعمل حاجة تانية فاتلبخت ونسيته شوية. بس الحمد لله يعني مش باظت، بس يعني مش زي ما انا بعملها كده. فطبعا بدأت جبت كنافة جمدتها في الفريزر، وعملتها زي ما انتم شايفين كده، فركتها فركة حلو. قطعتها الأول بالسكينة وهي مجمدة، وبعد كده فركتها. بدأت أجيب زيت وسمنة، واللي في الكوباية التاني ده سيرب. تمام. عملت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بقولك إن هي لازم تكون إيه في إيدك يابسة زي العجينة، فاهمة، عشان تطلع معاكي مظبوطة. الحمد لله. فالمهم عملت، جبت صينية ودهنت القاع بتاعها من تحت سمنة زي ما انت شايفة كده. وبدأت إن أنا إيه أعمل أنزل فيها بخليط الكنافة. وطبعا حطيت فيها برضو مكسرات، أي حاجة متاحة عندك عادي. كان متاح عندي زبيب وفول بتاع جوز الهند وفول مجروش صغير كده، عملته. بعد كده بدأنا إن احنا نكبس الكنافة بالطريقة دي. تطلع معاكي جميلة جدا بصراحة. أنا زعلانة والله على تعبي، بس الحمد لله. يلا نتعوض بغيرها بإذن الله. فعملت زي ما انت شايفة كده، تكبسها تكبيس حلو عشان بحيث ان تطلع معاكي قرصة متكامل ماسكة في بعضها كده تبقى حلو. اهي شايفة، ما شاء الله، حاجة جميلة وحاجة خفيفة جدا. بعد كده طبعا الطبقين اللي اتعكوا معايا شلتهم سريع سريع، وقلت اجهز ايه عشا. طبعا ده بنين كنت متبلاه وحاطاه في الفريزر. طلعته على اساس ان انا استخدمه، وده عيش كريب يا جماعه جاهز. انا بعمل الكريب برضو على ايدي، بس دي يعني ايه، ببقى اجيبه كده لما نكون عايزين نعمل عشاء استعجالي على طول. طبعا حمرت هنا بطاطس، وطلعت معايا شاورما دجاج وقطع صغير. كنت انا عامله فراخ خلياها وشايله الاستريبس بتاعي اللي هي القطعه دي، قلت اعمله شاورما. تمام. طبعا هنا حمرت بطاطس في الطاسه دي، وبعد ما شلتها قلت ايه، احمر بعدها البانيه. هنا ده طبعا اللي قلت لكم اللي هو الاستريبس بتاع الدجاج. قطعتها قطع كده وكنت متبلاها وحطها في الفريزر. تمام. بدأت يعني ان انا اسويها. واللي ورا ده الشربات بتاع الكنافه. والشربات زي ما انا وريته لكم في الاول، كوبايتين سكر عليهم مج اكبر شويه، يعني حوالي كوبايه وربع ميه. تمام. لاني مش عايزه اللي هو الرابط الاول. طبعا انا حمرت البانيه وعملت الشاورما زي ما انتم شايفين كده. ونبدا نعمل ميكس برجر بقى، ميكس اللي هو بيسمى زنجر ده، ايوه زنجر. طبعا دول 3 اكياس جبنه. ده عرض يا جماعه، بيتباعوا مع بعض كده اللي يلحقوا بقى. مش عارفه، احنا هنا تبع منية النصر العرض ده موجود عندنا. جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه روم. 3 اكياس مع بعض، 3 ب50 جنيه، حلوين والله مش وحشين. بدأت إن أنا أجيب البانيه وأقطعه كده، بس مش عارفة أتعامل معاه إلا إذا مسكته، مش بعرف أحس الحاجة إلا إذا مسكتها بإيديا صح. بعد كده بدأت أجيب المقص عشان أقطعها قطع زي ما انتم شايفين. والله تقطيع المقص في البانيه تحفة، أحسن من السكينة مليون مرة. طبعا دي الشاورما اللي أنا عملتها الدجاج. أنا محطتش معاها أي حاجة خالص، لأن أنا كنت متبلاها وحطها في الفريزر. ولو عايزين تعرفوا التتبيلة بتاعتها هبقول لكم عليها. بدأت إن أنا أجيب عيش البانيه زي ما انتم شايفين كده، وأبدأ إن أنا أحط جبن. واحط برضو كاتشب ومايونيز. كنت ناسيهم والله، هو فاهمه لولا ناسيه حاجه ناسيه حاجه. جبت كاتشب ومايونيز، وبدات ان انا احط خليط الجبن، قلبت ال3 جبن مع بعض. بدات ان انا احط بطاطس محمره. وبدات ان انا احط برضو فلفل الوان. اي حاجه متاحه عندك جميله جدا في الوصفه دي. تمام. وانا زودت تركايه من عندي كده، بس بصراحه فرقت جامد جامد في طعم الكريب. واهم حاجه القفله بتاعته يا جماعه تبقى قفله مظبوط. وطبعا حطيت زيتون مخلي زي ما انتم شايفين. مهم. معلش، هو التصوير بالتليفون غير التليفون التاني، فالإضاءة يعني غامقة شوية. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين بدأت ان انا اجيب كاتشب. هعمل معاكم واحدة كمان اهو عشان اوريكم الطريقة ان هي سهلة وخفيفة جدا، احسن ما تشتري من بره. يعني بصدر فرخة اقسم بالله انا عملت 9 كريبات صدر فرخة، عملتهم بانيه وعملت منها الشاورما. عملت 9 كريبات، والكريباية الواحدة دلوقتي ب50 وب60 جنيه. دي التكة اللي انا زودتها من عندي، جبت صويا صوص ودبس رمان.
ايوه بتفرق جامد مع طعم الجبن كده لما تزوديها معاه، اقسم بالله بتودي طعم الكريب في حته تانية. انا جربت الكريب من غيرها وجربت كريب بقى، قلت اشوف التركه ده هتفرق معايا ولا لا. طبعا بوريك ان انا قفلتها القفله دي. جبت الصاجه بتاعه الفرن بتاعي بتاع الميكرويف، بدات ان انا احطها على على البوتاجاز واحمر عليها، بحيث ان انا ايه تاخد معايا كميه، لان انا مش عندي الطاسه اللي هي لسه بتاعه الكريب الكبيره قوي دي، فقلت لا اعمل صاجه زيها زي اللي بعمل بره. وبدات ان انا اعملها زي ما انتم شايفين كده، بجد حاجه وطعم حكايه. إيه، والطعم جربوه بنفسكم هتشوفوه اسهل بكتير مليون مره من اللي بيتباع بره. لو انت مجهزه الحاجات دي وعندك تقومي في اي وقت تعملي كريب. كنت جايبه طبعا الغلاف بتاع الكريب ده من بره جاهز، بدات قلت لازم برضه ادلع العيال، عملت لهم بقى بالطريقه دي. هوريكم بقى الكنافه، ويا ريتني بدل بخت الكريب طبعا دمرنا اهو، شايفين؟ يلا الحمد لله. على فكره يا جماعه هي مش محروقه، هي اضاءه الكاميرا دي اللي غامقه، هي حلوه بس مش زي ما انا بعملها. ايه رايكم بقى؟ والله العظيم الطعم حكايه حكايه حكايه. التليفون عشان تصوير واحد ظالم الكريب والله. شايفين الاضاءه دي غامقه ازاي؟ والله ما مظهره خالص. يلا يا احب اقول لكم ان احنا وصلنا لاخر الفيديو، صحه وعافيه، وانتم بالله كل شيء.